شايف ناس كتير قوي بتنتقد امام عاشور وبتنتقده ان هو كان وحش جدا في ماتش النهارده عشان ضيع كورتين ثلاثه. طب تعالى اوريك ان امام عاشور النهارده كان افضل لعيب في الملعب بالحالات والتقييم. والنهارده اللي عايز يتعلم يعني ايه رقم 8 ويعني ايه بوكس تو بوكس يتفرج على امام عاشور وعلى الحالات اللي هعرضها لكم دلوقتي. بس ما تنساش تعمل لايك الاول وشير للفيديو وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. يلا بينا. ودي أول لعبة معانا، وشوف هنا تحرك إمام عاشور المميز واستلامه للكورة ولعب الوضع لحسين الشحات والتحرك في المساحة الفاضية ومن لمسة واحدة يعمل ثرو باص عالمي بوش رجله لوسام أبو علي يوديه انفراد تام بالمرمى، ولكنه تباطأ وضيعها. ودي تاني لعبة معانا، وهنا موقف دفاعي إمام عاشور بيهين نفسه فيه حرفيا دفاعا عن التيشيرت اللي لابسه، ضغط بقوة وتاكلينج كمان بقوة، ولما الكورة ما اتقطعتش قام وكمل وضغط تاني بمنتهى القوة لحد ما استعاد الكورة تاني لحوزة فريقه. ودي أهم كورة في المباراة من وجهة نظري قدمها إمام عاشور، وكان هيبقى هدف فضائي على طريقة ميسي. كنترول مش طبيعي على الكورة، أي لعيب تاني وسط التكتل الدفاعي ده هيباصي وخلاص. إمام قرر ياخد الكورة ويرقص 8 لعيبة حرفيا من لعيبة الطلائع زي ما انت شايف كده بمنتهى المهارة زي السكينة في الحلاوة، ولكن للأسف الكرة عليت فوق العارضة في الآخر. وهنا ده كنترول واستحواذ رايق أوي 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 من إمام عاشور على الكرة العالية اللي لعبها له محمد هاني. شوف المهارة وشوف الكنترول وشوف المتعة اللي بيقدمها إمام. تعالى اتفرج واستمتع واعرف يعني ايه بوكس تو بوكس. الراجل هنا بيقطع الكورة وبيعمل باص بوش رجله الخارجي، حتة كده ريحة من أبو تريكة الماجيكو، وبيروح بقى شوف بيعمل ايه هنا، وشوف التحرك المثالي بتاعه في المساحة الفاضية جوه منطقة الجزاء. راح أخد مساحة هايلة جدا لبن شرقي اللي لعب له الكورة، وبعد ما أخد المساحة هو الراجل كمان محضر هو يعمل ايه، يلعب الكرة بكعبه بمنتهى المهارة لبن شرقي تاني، ولكن للأسف الكرة ضاعت في الآخر وما دخلتش جون. كان يبقى جون رايق بقيادة المايسترو إمام عاشور. تعالى استمتع بالاستلامة وبالقتال اللي بيقاتله إمام عاشور على كل كورة. شوف الراجل بيعمل إيه وسط لعيبة طلائع الجيش في نص الملعب، مموت نفسه حرفيا على كل كورة زي ما أنت شايف كده لحد ما أخد فاول كمان وما خسرش استحواذه على الكورة. وكل ده والجمهور بيقول لك هو بيعمل ايه. وده موقف دفاعي اخر عشان لما نقول ان هو كان بيقوم بواجباته الدفاعيه والهجوميه على اكمل وجه الكل يصدق. شوف هنا هو عمل الباص والكره ما كملتش، شوف رجع منين لحد منطقه جزاء النادي الاهلي في خلال ثواني معينه، كان اسرع من الكوره حرفيا، وساعد كمان في استخلاص الكوره وعودة الاستحواذ تاني للنادي الأهلي. ودي هجمة تاني عنترية ومارادونية لإمام عاشور زي الأولى، برضه قدر يكمل بسرعته وكنتروله على الكورة زي ما أنت شايف كده قدام تكتل دفاعي رهيب من الجيش، وللأسف لعب الكورة وشاط تسديدة أرضية زاحفة، ولكن تألق حارس الجيش وقدر يطلعها لضربة ركنية. لا دي كورة عادية كده، هو بيفسح لعيبة الجيش وياخدهم شمال ويمين وبعد كده سلم الكورة بمنتهى السهولة لبن شرقي. دي آخر كورة معانا، وهو الأسيست اللي قدر يعمله جراديشار بمنتهى الذكاء بتحركه وباستلامة الكورة أو بتريحة الكورة بدماغه لجراديشار، رغم إنه أقصر من المدافع ولكن قدر يعمل ده بمنتهى السهولة. أتمنى يكون الفيديو عجبك وأتمنى تكون وصل لك يعني إيه بوكس تو بوكس. إمام عاشور النهارده بيمثله لنا في ماتش الطلائع. وبس كده، سلام.